حتى لو مالكيش في الحلويات وعمرك ما عملتيها هتنجح معاكي الوصفة النهاردة. هنعمل بثلاث مكونات بس ومن غير اي ادوات كهربائية على ايدينا، ولا خلاط ولا عجان ولا حتى مضرب سلك. هنعمل سابليه رهيب بثلاث مكونات بس يا جماعة. سمي بالله وصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالي نعمل تشكيلة حلوة قوي قوي. وهتقطعيه وتشكلي السابليه بكل حاجة عندك في البيت ان شاء الله. اول حاجه معايا كيلو الا ربع من الدقيق، 750 جرام من الدقيق. ومعايا 500 جرام من الزبده، نص كيلو زبده تكون درجه حراره المطبخ. و250 جرام من السكر البودره، يعني ربع كيلو من السكر البودره. هكتب لك في التعليقات المقادير بالكوبايه وبالجرام. كل المقادير بقى على بعضها، وبضيف من عندي بس كده اضافه ممكن تضيفيها وممكن لا، معلقه لبن بودره بتخلي طعم الصابليه غني كده وبتعزز طعمه قوي. من غير حاجة بقى خالص، الدقيق على السكر على الزبدة. وهنعجن بإيدينا كل المكونات دي مع بعض، وهوريكي دلوقتي المراحل اللي هتوصل ليها العجينة. بإيديكي من غير أي حاجة خالص. هتبدأي إن انتي تلمي العجينة، الزبدة مع السكر مع الدقيق بالشكل ده، ولا بقى بيكنج باودر ولا أي حاجة نهائي. ده المرحلة الأولى للعجينة، بتبقى مفرفتة كده بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بستمر طبعا في العجن لحد ما بتلم على بعضها، وبتبقى بالشكل ده ناعمة كده، ومش بتلزق خالص ولا في ايدي ولا في الطبق ولا في اي حاجه، وناعمه جدا شبه كده عجينه الغريبه. طبعا انا بحب قوي ان انا اسيبها في التلاجة ساعه، علشان لما اشكلها ما تبقاش ملزقه وسايحه. لما بتسيبيها في التلاجة بتظبط معاكي، وكمان مش بيشقق. هتشتغلي فيها على طول، وتكوني مشغله الفرن زي النواعم والبسكوت، علشان لما يدخل ما يفرش منك في الفرن، لان هو زبده وسكر. انا بحب قوي، والولاد كمان بيحبوا شكل البابلز بتاع الصابليه. بعمل كور صغيره كده، يعني الكوره ما بتعديش الاربعة خمسة جرام. بعمل ثلاث كورات كده وبقربهم لبعض في الصينيه، علشان لما بيدخلوا الفرن مع الحراره طبعا بيلزقوا في بعض على طول. بيبقى شكلهم حلو قوي قوي، خصوصا كمان بعد لما بيتزينوا بالشوكولاته. الصواني بتاعت الصابليه ما بندهنهاش اي حاجه خالص. بصوا بقى البساطه، مفيش ابسط من كده. ولا ليكي في الكحك ولا ليكي في البسكوت، هتعملي احلى صابليه ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه. بالنسبة للأشكال اللي هنعملها، هنجيب كيس تلاجة ونفتحه عادي جدا، مش مهم يكون عندك ورق زبدة نهائي. وهتجيبي قطعة كده من العجينة وتفرديها بين كيس التلاجة. بيطلع برضو الشكل أملس وحلو. بتفرديها حوالي مش أكتر من نص سنتي، يعني ما تعليش على نص سنتي، لأن احنا لسه هنلزق شكلين في بعض. عندك بقى قطعات اللي هي موجودة في كل بيت دي، هتقطعي أشكال زي ما تحبي. مش عندك قطعات، أي حاجة هتعملي بيها حتى والله. يعني لو عندك فناجين، فنجان القهوه الصغير ده تقطعي بيه برضو، هعمل لكم منه برضو اشكال حلوه. ده الشكل اللي هو الورده. القطعات دي كانت بتتباع في محل مستلزمات الحلواني تقريبا ب5 جنيه. مش فاكراها بصراحه، كنت جايباهم من زمان قوي، فبطلعهم للصابليه كده طبعا. وبعدين بقطع بيهم. وده كمان فنجان القهوه بيعمل شكل حلو برضو، اللي هي دايره صغيره. لو عايزه تعملي اصغر برضو مفيش مشكله. اي شكل بقى تحبيه تعمليه براحتك خالص. وكمان هعمل شكل الوردة مفرغ، وهعمل كمان شكل اللي هي نفس الفنجان هقطع بيه، وهعمل بيه فتحات كده بغطاء ازازة. اعمل اللي هي شكل الدوناتس يعني. الاشكال دي بقى انتي وحركاتك وانتي والنقوشات اللي بتحبي تقطعي بيها الصابليه. وممكن كمان لو عندك اي حاجه علبه صغيره كده شكل مربع قطعي بيها، برضو هيطلع حلو. والقلوب برضو طالعه شكلها جميل. والورده طبعا برضو عملتها، كان عندي بصراحه عملت لها التجويفه. ما لقيتش حاجه ارفع، لقيت لبست قلم صغيره، فعملت بيها تجويفه في الورده، علشان بعد لما بنزينه بالشوكولاته بتفنني بقى براحتك بقى انتي والاشكال اللي حباها. ده بيدخل الفرن على درجة حرارة 180 رف أوسط، بيقعد حوالي 20 دقيقة بالكتير خالص. ما بياخدش لون قوي، يعني بيبقى لونه حلو قوي من تحت، وريحته بتبقى حلوة. بتسيبيه في الصواني بقى، أول ما بيهدى بتقدري تنقليه براحتك. دي الأشكال اللي عملناها مع بعض، الكمية كلها. ودي الشوكولاتة اللي بزين بيها الصابليه. بزين بشوكولاتة سما بالحليب وشوكولاتة بيضاء. لو حابة انك تزيني بشوكولاتة سما الغامقة اللي مش بالحليب، برضو بيبقى طعمها حلو وغني. بس عندي في البيت بيحبوا قوي الشوكولاتة اللي بطعم الحليب في تزيين البيتي فور والسابليه. بعمل الشوكولاته بسيحها على حمام بخار او في الميكروويف، وبعد ما بتسيح خالص بضيف على الباكو اللي هو ال 200 جرام، بضيف عليه معلقتين كبار من الزيت. بيديني تلميعه حلوه قوي للشوكولاته، وفي نفس الوقت ما بتمسكش بسرعه، وانا بزين بيها السابليه او البيتي فور كمان لو حابين. بغطس كده اللي هي الاشكال اللي هي شبه اللي هي البابلز دي، جميله قوي قوي قوي. وبصفيها كده على الشوكه، وفرده في الصينيه كيس تلاجة برص عليه عشان الشوكولاته ما تتهدرش على ورق الزبده. وكمان ورق الزبده بيشرب الزبده اللي في الصابليه فهينشفه. نصيحه يعني، البيتي فور والصابليه ما تطلعوش ابدا على ورق زبده، خليكوا على ورق نايلون او ورق فويل او ورق ستريتش راب.
دي برضو القلوب لزقتها كده بالشوكولاته. طبعا التزيين ده على حسب امكانياتك، عايزه تحشي جناش براحتك، عايزه تحشي مربى حليب براحتك. انا عملت حاجه متوفره في كل بيت، واي ست بيت ممكن تعملها وتفرح ولادها، بشويه صابليه. ده كمان شكل الدوناتس اللي عملناه، اللي هي تقطيعه الفنجان، وعملنا لها تجويفه كده صغيره ولزقتهم من فوق بعض كده بشكل بسيط خالص. الاشكال دي بترجع لذوقك، وبترجع لاي حاجه ممكن تقطعي بيها عندك. وممكن لو مش عندك اي حاجه ممكن تعملي بالسكينه مربعات او مستطيل زي ما تحبي. يعني الاشكال دي هو سلس، العجينه سلسه وتقدر تشكل معاكي براحتك اي اشكال تحبيها. وطبعا اسهل شكل ممكن تعمليه اللي هي الكرات الصغيره لما بتتلزق في بعضها بتبقى شبه شوكولاته البابلز بالشكل ده. طبعا غطست كل الاسطبليه بشوكولاته وزينت كده نص ونص زي ما حضراتكم شايفين. هعرض لكم بقى التزيين اللي انا عملته في الاخر عشان ما حبيتش اطول الفيديو اكتر من كده. ودي القلوب عملتها بشوكولاته بيضه، وقلوب بشوكولاته سودا، وبرده عملت بالشوكولاته البيضه اللي هي شكل البابل. وحطيت كريز، لزقت الكريز كده بشوكولاته برضو، وطلع ما شاء الله جميل جدا وطعمه خطير. لو مبتدئه او مالكيش في الحلويات خالص، جربي طريقه الصابليه بالثلاث مكونات بس، هيطلع معاكي جميل جدا ومش هتستخدمي اي ادوات كهربائيه. عجينه سهله وبسيطه، وان شاء الله تبقى من احلى الضيافات للعيد. جربوه ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية في حفظ الله ورعايته. وكل عام وحضراتكم بخير.